احنا في معرض أنا عربية في واجهة الرياض. يعني أنا زرت عدة محلات أغلبها عبايات، مثل عندنا عباية سديم ما شاء الله ماخذ مساحة كبيرة، وفي أشياء يعني متنوعة، بس الأغلب عبايات. في مجوهرات، في جاكيتات فرو، أشياء يعني. هذا ما شاء الله جاكيتات فرو، نبغى أوريكم تشوفوا ما شاء الله، مرة الشغل جميل. ايش صاحبة هذا المحل ما شاء الله فنانة تشكيلية، شغلها صراحة يعني ما أدري مميز. هذا قسم كله منسوجات ومصنوعات يمنية، مغربية. فهنا الأخت تقول لي هذا كلها يدوي مصنوعة من خيوط الذهب، اللي بنستعمل في القفطان المغربي، اللي تستخدم في القفطان المغربي. قلت لي على 180 الأسورة هذه الأسورة كمان 180، هذه 195 وهذه 195. هذه كله خيوط الذهب للموبايل تستخدم، كمان للموبايل، وهذه للموبايل عشان الواحد يشيل الموبايل فيها. اقدر لي كذا. هذا لولو طبيعي. كم هذا طقم؟ لا هذا لوحده وهذا لوحده، طقمين. وممكن تلبسيه بطريقتين. ايوه تلبسيها وممكن كذا او ممكن كذا. بكم هذا؟ هذا 975. كم؟ 975 يعني تقريبا 1000 ريال. مختلف. هذا اسم المحل وعنوانه. طبعا هذا المحل شفتوا الأساور هذه، يقول لك ورشة فيها عاملين ويشتغلوا، تاخذ منهم الأسورة ما أدري ساعة ما أدري كذا. طبعا ما شاء الله المكان جميل وهادي لطيف، في جلسات قهوة بس يعني كثير واحد ما يلحق. اللبنانيين طبعا هنا كلهم مجوهرات. It's all 18 karat. ما شاء الله مرة كثير. شوف هذا المحل ما أدري إيش اسمه بالإنجليزي. هذا المكان تجمع الحرفيين، وهنا البنات جالسين يشتغلوا، كل واحدة هذا حفر يدوي على الزجاج، جالسة تحفر على الزجاج بالشكل هذا. مثل هنا كاتبة الاسم بالحفر، هذا كله حفر على الزجاج. هذا نادي الهلال، الأكواب محفور عليها، وهنا عملية الحفر. نشوف هذا القسم هنا. إيش القسم هذا؟ حرة embroidery. أي حياكة، تطريز. هذا كله شغلكم ها؟ هذا تطريز. وهذه الخيوط، هنا الشغل. هذا برضو تطريز على المحافظ، على الباوتش. ايوه ما شاء الله يعطيك العافيه. هلا والله الله يحييكم يعطيكم العافيه. رسم على الجلد ها؟ اي هنا رسم على الجلد وجالسه ترسم هنا على الجوال. اي شيء تبغوا يرسموا لكم. هذا الاسم هو Kay's House of Art. Kay House of Art.
في عندنا على الويب سايت قطع جاهزة. هنا برضو الحفر على الزجاج. مجال الحفر اليدوي على الزجاج. ما شاء الله، فنانة تشكيلية متخصصة في الحفر اليدوي على الزجاج. ما شاء الله. الآن أنت تحفري هذا أو يس. أي قاعدة أحفر. تنحتي نحت قصدي. يس، نحت يدوي. مو حفر، نحت يندرجوا مع بعض. أيوة، حفر ونحت. حفر يدوي على الزجاج على حسب الطلب. حسب الطلب. كل هذه بعض النماذج للنحت. هذه بعض النماذج. كان مبخر أو شمعدان أو علبة خاصة بالأكسسوارز أو الأشياء هذه. هذا اسمها الفنانة رغدة. نورت. هذه رغدة، وهذه الوسائل التواصل.